هو الفيلم بقاله كام سنه؟ معدي ال 15 سنه، 17 سنه، 17 سنه في السوق يا اسطى. روح اتفرج، انت هتهزر ولا ايه؟ روح اتفرج. معلش وقف لي بس الانترو ثواني، معلش ثانيه واحده. عملت لايك على الفيديو اللي فات؟ طب روح اعمل لايك على الفيديو اللي فات، بعمل لايك واعمل لي كومنت، قول لي ان انت عملت لايك على الفيديو اللي فات. لا انا ما بهزرش خلاص، معلش بس الموضوع خرج عن السيطره. هي ما اداش فلوس ولا حاجه. ليه بقى؟ هقول لك قدام شويه، استنى بس شويه احكي حته كده صغيره، حته صغيره وهقول لك. المشهد ده كان الماستر سين بتاع الفيلم، المشهد اللي هو بيبدا يواجه فيه الحقيقه. امه اللي هي كانت بتقوم بدورها دلال عبد العزيز بتحاول تفوقه ان اللي انت بتشوفه ده كله مش حقيقي، هلاوس. وده كان المشهد اللي بدانا نشوف من عين الناس اللي حوالين حسن مش من عين حسن. في الاول خالص كان في شاي، لما راح كلمها الكوبايه دي بقت برتقان. البرتقان ده هنحتاجه قدام، ها ركز معانا ركز معانا عشان في حاجات كتير بنقولها دلوقتي هنحتاجها قدام. مش انت ولا في حد غمى عيني. مرحلة الحزن خلصت وحسن قبل ان هو يروح يتعالج اخيرا. صاحبه اللي المفروض ان هو كان طول الفيلم بيكرهه بيروح يزور عشان نكتشف ان هو ما كانش وحش زي ما حسن بيقول، بالعكس هو يمكن حسن كان نقدر نقول غيران منه عشان شايف ان هو حقق الحاجات اللي حسن كان نفسه يحققها، رغم ان الحاجات دي كانت كلها بسيطة زي ان هو يبقى معاه موتوسيكل، زي حاجات كتير تانية، بس حسن كان عايزها فكان نتيجة كده ان هو كرهه. بس بنشوف في المشهد ده ان هو شخص كويس فعلا وراح يسأل على صاحبه وقت ما كان في مشكلة. اللابتوب يا حبيبي موجود في الكرتونة بتاعته جوه الدولاب، صدقني زي ما اشتريته بالظبط. في المشهد ده بقى شفنا ان اللابتوب موجود. فاكر حوار الفلوس اللي كنت هحكي لك عليه؟ هو راح جاب اللابتوب فعلا، هو ما اداش فلوس لفريده، هو ما راحش قابلها اصلا. وعلى فكره في المشهد بتاع الفلوس ده لو انت ركزت هتلاقي ان فريده لابسه تيشيرت مرسوم عليه موتوسيكل. وده ليه؟ لان حسن مخه ما بيكريتش حاجه جديده، هو بيحب الموتوسيكلات. التيشيرت اللي هي لابساه مرسوم عليه موتوسيكل. ابو فريده اسمه هو نفس اسم كاتب الروايات البوليسيه اللي حسن بيقراها. في النهايه نقدر نقول ان الفيلم بصراحه ناقش القضيه بتاعه المرض النفسي بشكل لذيذ، ان هو مش هقول لك المرض النفسي هو ايه، انا هخليك تشوف بعينك، تشوف من عين المريض. وفي الاخر طبعا حسن بيقابل فريده وبيحكي لها عن كل حاجه حصلت ويكتشف ان هي فعلا كانت موجوده بس هو ما كانش بيكلمها. فاكر لما حكيت لك على حوار البرتقال في الاول، لما قلت لك كان في برتقال في المشهد، فاكر قلت لك خليه معاك، شفت احتاجناه انت. البرتقال ده معناه او المخرج عايز يقول لنا اللي موجود دلوقتي ده وهم مش حقيقي وان ده مرض. وكان في استخدام برضو للون البنفسجي في مشاهد كده، واللون البنفسجي المفروض ان هو بيعبر عن الفانتازيا والحاجات اللي هي مش حقيقيه، يعني الخيال بصفه عامه. حاجات كتير في حياتنا اتسببت في حياتنا. بس يا سيدي ده اخر الفيديو خلاص. اعمل لايك، اعمل كومنت، قول لي انك وصلت لحد هنا، قول لي اي جمله فاهم، عرفني انك وصلت بس. ولحد ما نتقابل الفيلم الجاي مش عارف بيقولوا ايه في الاخر، بس بحبكم جدا. يلا باي.